السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. فيديو النهاردة باذن الله هخليكي تخرجي كل كمية الدهون اللي انت مخزنها في الفريزر من ايام الاضحية. ببساطة هنحولها لسمنة نباتي بطعم وريحة السمنة البلدي. ازاي بقى؟ كل ده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو. يعني من الاخر كده، كل الاكل اللي هتطبخيه بعد كده بالسمنة النباتي الجميلة دي هتكون طبعا مفيدة جدا، صحية جدا للجسم. هنقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم، وهنقلل كمان من نسبة الهدرجة. يعني هتاكلي اكل صحي جميل جدا. تعالوا بينا نبدا ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا. وطبعا اللي يعجبه الفيديو ده بقى ما ينساش يحط لايك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. اكيد يا بنات في كتير مننا بيكون عامل اضحيه في عيد الاضحى، واكيد طبعا بيكون متوفر عندنا دهن كتير زي ده بيخرج طبعا من الاضحيه، دهن حيواني. فبنشيله في الفريزر. بتستخدميه طبعا في حاجات كتيره جدا، بتستخدميه ممكن تحطي قطعه في الحواوشي، قطعه مع اي طبيخ هتعمليه، بتخلي طعم الاكل جميل جدا. وطبعا برضو كتير مننا بيكسل يخرجه ويشتغل بيه، هو طبعا بيكون مجمد وكتير طبعا ما بيحبش طعمه في الاكل. فانا ان شاء الله هقولك النهارده في الفيديو ده ازاي هتخليه طعمه جميل جدا، وازاي تخليه كده ما يبانش في الاكل ولا طعمه يبان كده ان انت بتاكلي حاجه فيها دهن. يعني يا بنات ان شاء الله كده هنستغله بطريقه جميله جدا هتعجبكم قوي. في البدايه بجيب الدهن كده طبعا بعد ما بخرجه من الفريزر، ببدا ان انا اغسله غسيل كويس جدا. بعد كده بتصفيه من الميه، عايزينه ينشف خالص معانا. ممكن تحطيه في مصفى كده لحد ما يصفى خالص من الميه، وممكن كمان تحطيه كده على فوطه نظيفه او قماشه قطن كده تكون نظيفه، وتحطيه في الشمس شويه لحد ما يجف معاكي. وبعد كده هنبدا ان احنا نشتغل بيه بقى. هتبداي كده تقطعيه لقطع صغيره خالص. كل ما هيقابلك كده قطعه هتكون كده عامله زي الكيس البلاستيك او القماش كده او المشمع، بتبداي ان انت تحوشيها وتتخلصي منها على طول. وبنقطع كميه الدهن بتاعتنا لقطع صغيره جدا. دلوقتي ممكن تبداي ان انت تفرميه في الكبه لقطع ناعمه خالص، وممكن تبداي ان انت تسيبيه متقطع القطع الصغيره زي ما انت قطعتيه كده. انا فضلت الطريقه التانية ان انا افرمه في الكبه، لان هو كل ما يكون ناعم معانا كل ما هيدينا نتيجه افضل. يعني هيسيح اسرع معانا، وفي نفس الوقت هيطلع المرته بتاعته هتكون يعني ناعمه جدا ومش هيعذبنا في الاخر. بدات ان انا اقطعه كده وهفرمه في الكبه. لو انت هتفرميه في الكبه بلاش تتكتري عليها، يعني وانت بتفرمه كده ابداي اعملي شويه بشويه صغيرين، طبعا علشان الكبه بتاعتك ما تبصش منك وكده، وابداي ان انت ريحيها كل شويه. انا كميه الدهن اللي كانت معايا كانت تقريبا في حدود 2 كيلو. اي كميه طبعا عايزه تعمليها ابداي طبعا طلعيها واعمليها زي ما انا بقولك كده، وان شاء الله النتيجه هتعجبكم جدا. بعد ما بفرمه في الكبه بنات بيبدا ان هو يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني كده بيكون شبيه للجبنه الموتزاريلا المبشوره. ببدا خلاص اخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. انا حبيت بس اعمل جزئيه معاكم علشان اوريكم بس هو بيكون شكله ايه كده. فهي دي كل الكميه اللي خرجت معايا. زي ما قلت لكم ممكن تكتفوا بيه وهو متقطع قطع صغيره، وممكن تفرميه في الكبه بالشكل ده. خلاص كده دي كل الكميه بعد ما جهزت معايا على طول بقى هاخده وابدا ان انا اسيحه. الحله اللي هتشتغلي فيها لازم تكون حله كبيره، تكون كبيره وعميقه، يعني تكون غويطه كده شويه. علشان طبعا في خطوات لسه هنعملها قدام شويه، ولازم تكون الحله كبيره فيها. فببدأ احط الدهن بتاعي كله كده في الحلة، وهنبتدي ان احنا نسيحه. زي اي سمنة عادي هتسيحيها، بمجرد ما بتحطي اصلا الدهن في الحلة كده ويشم من النار بيبدأ ان هو يسيح معانا خالص، كأنك بتسيحي سمنة خالص، يعني سمنة عادية خالص. فانا بدأت احطه كده، وان شاء الله هوريكم كده كل مرحلة من مراحله. ومعذرة اسفة جدا لو الفيديو هيطول شوية مني، بس انا حبيت اوريكم كل مرحلة من المراحل بتاعته، علشان اللي اول مرة بيعمله تكون الطريقة واضحة بالنسبة له. لو تفتكروا زمان يا بنات كانوا اهالينا بيطبخوا بالدهن ده في الاكل بتاعهم. احنا بصراحه واحنا صغيرين ما كناش بنحب ناكله خالص، يعني لما كنا بنشوف كده بمجرد ما بنشوف قطعه الدهن في الاكل فكنا بنسيب الاكل على طول وكنا مش بناكله. هو في الحقيقه كان هما ليهم يعني نظره كده في طعم الاكل. وبصراحه كان بيخلي طعم الاكل حلو. بس احنا ما كناش فاهمين حاجه الحقيقه. دلوقتي بقى احنا نعمله بالطريقه الجميله دي. بصراحه مش هتحسي بطعمه خالص في الاكل، ولا هتشوفي اي قطعه من الدهن، ولا هتحسي بطعمه خالص، هتحسي كانك طبخه بسمنه نباتي بطعم وريحه السمنه البلدي. فهو هنا بدا يسيح معايا، دي كده مرحله من مراحله. بيبدا ان هو يسيح، هو كده لسه ما خلصش، يعني احنا ان شاء الله هنشوف دلوقتي المرحله اللي هو خلاص بيكون استوى فيها. دي كده تقريبا يعني قبل التسويه بتاعته ب10 دقايق تقريبا. فهو كده اول ما بيبدا ان هو يبقى كده معايا بالشكل ده، طبعا النار متوسطه. واول ما بيبدا ان هو يسيح هنخلي النار تبقى هاديه. في المرحله اللي بعد كده بتحسي ان هو بدا يخرج كده شوائب او ريم كده على الوش. بتبداي ان انت تتخلصي منها على طول.
بالمعلقه كده ابداي شيليها واحده واحده بالراحه لحد ما السمنه بتاعتك تبدا ان هي تبقى نظيفه معاكي وشكلها كده رايق وجميل. لحد دلوقتي الخطوات سهله وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه خالص. يلا تشجعي كده وابداي خرجي بقى، لو انت عندك اي كميه دهن في التلاجة ابداي خرجيها واعملي كده الطريقه دي معايا، وان شاء الله تعجبك. يعني النتيجه في الاخر انا واثقه ان هي تعجبكم جدا، لان ببساطه هي هتكون ليها فوائد كتيره جدا. من ضمن الفوائد بتاعتها دي ان هي هتقلل من نسبه الكوليسترول في الدم، وكمان هتقلل من نسبه الهدرجه بسبب الزيوت والدهون الصناعيه اللي احنا بنستخدمها. وغير كل ده هتقتصري في كميه الزيت وهتوفري فيها كمان. دي كده المرحله اللي بعد كده بتبدا ان هي تسيح معانا شويه، هي كده برضو لسه ما خلصتش. اخر مرحله ليها بقى اللي هي الشكل اللي احنا شايفينه ده. بمجرد ما بتلاقي السمنه بتاعتك بدا لونها يتغير ويبقى لونها اللون الاصفر الفاتح، وكمان المرتق اللي فيها اللي هو بيكون بقى بواقي الدهن بتاعنا بيكون كده اتحول للون الذهبي الفاتح. فاول ما بتوصل للمرحله دي هي كده خلاص بقى بقت يعني تعتبر استوت معانا، او الدهن بتاعنا خلاص يعتبر استوى. في المرحله دي بقى هبدا ان انا اصفي كميه الدهن بتاعتي دي واخرج بس السمنه، وببدا طبعا اشيل بقى الزوايد اللي فيها. طبعا المرته اللي بتبقى باقيه دي بتكون كده يعني شبيهه بالمرته اللي بتبقى بقى بتطلع معانا مع تسييح السمنه البلدي وكده، وهو ده بيكون شكلها بعد ما خرجت. ممكن في المرحله دي تبداي تحتفظي بيها. ممكن تستخدميها برضو في اي اكل، برضو حطي مثلا معلقه على الباميه او معلقه على المحشي مثلا. وممكن لو حابه ترميها خلاص مفيش اي مشاكل، تخلصي منها عادي. دلوقتي بقى احنا عايزين نخلي طعم الدهن بتاعنا ده ما يبانش في الاكل خالص، وكمان نخلي طعمه كده بطعم وريحه السمنه البلدي. هتبداي تجيبي كوبايتين من اللبن الجاموسي، وطبعا لازم يكون لبن جاموسي كامل الدسم، يعني يكون فيه القشطه بتاعته كلها. وابداي ان انت حطي كده شويه بشويه على السمنه. طبعا اللبن معانا سخن، وكمان السمنه بتاعتنا سخنه خالص. فعشان كده قلت لكم لازم الحله اللي هنستخدمها تكون حله كبيره وغويطه، علشان اول ما هتيجي تضيفي اللبن في المرحله دي هيبدا ان هو يعمل فوران. فربنا يحفظنا جميعا يا رب، علشان ما تاذيش نفسك وكده. ابداي حطي في حله غويطه، وفي المرحله دي كمان هتكون النار هاديه جدا لمنع طبعا فوران اللبن مع السمنه. ابداي اضيفي اللبن شويه بشويه وسيبيه بقى على النار كده لحد ما يبدا يتبخر معانا. بمجرد ما اللبن بتاعنا يتبخر هو كده خلاص السمنه هتكون اخدت طعم وريحه السمنه البلدي منه، واللبن الزياده خلاص بيتبخر ومش بنبقى محتاجينه خلاص. وبيرجع في الاخر السمنه بتاعتنا بتكون بقى كده خلاص هي اللي باقيه بطعم اللبن وبطعم السمنه البلدي اللي كانت فيه، او القشطه اللي كانت فيه. واللبن التاني خلاص بيتبخر ما عادش بيبقى موجود. دي برضو مرحله من مراحله. اول ما بوصل بقى للمرحله دي كده مرحله التبخر بتاعه اللبن. دلوقتي ممكن تحطي له بقى اي مطيبات عندك. لو انت حابه تحطي مثلا قرفه خشب، قرنفل، حبهان، ورق لوري، ضيفيهم في اخر 5 دقايق لتسييح السمنه مع اللبن. وهنضيف كمان عصير، مش هنعصر الليمون بره وناخد بس القشر بتاعه. ابداي حطيه كده يغلي معاه 5 دقايق، برضو هيخلي ريحته جميله جدا. وبعد كده خلاص بيكون جاهز معانا. بعد كده طبعا بنبدا ان احنا نصفيه بمصفى ضيقه جدا وبالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان نخرج بقى البواقي بتاعه قشطه اللبن وقشور الليمون والمطيبات اللي احنا حطيناها. وخلاص كده بتبقى جاهزه معانا. بتسيبيها بقى لحد ما تبرد شويه، وبعد كده بتعبيها في بطرمانات او في علب ثلاجه. وابداي بقى سيبيها كده جنبك على الرخامه. يعني بمجرد بس ما تبرد معانا ويعدي عليها مثلا شويه كده او ليله كامله، بتبدا ان هي تتماسك وتبقى رابطه معانا زي السمنه بالظبط. عايزه اقول لكم بقى ان هي ريحتها والله يعني مفيش اي ريحه دهن فيها خالص. يعني عن تجربه شخصيه جربيها وانت مطمنه. هي ريحتها جميله جدا، تحسي ان هي سمنه بلد فعلا. وكمان في الاكل هتبقى حلوه قوي. يعني لما تيجي تطبخي حطي معلقه من السمنه دي على معلقه مثلا من الزيت وابداي اطبخي الاكله بتاعتك. واكيد طبعا يا بنات السمنه دي مش هتنفع للحلويات خالص، هي بس للاكل. يعني ما ينفعش نستخدمها مثلا في كيكه، في بسكوت، في اي حاجه من دي، لا استخدميها بس في الاكل. هتحطي معلقه مع المحشي، معلقه مع الباميه، معلقه مع اي خضار هتعمليه، مع الملوخيه. يا سلام، تحس بطعم اكل فعلا مميز جدا وليه نكهه مميزه. جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من الطريقه. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشجعيني بكومنت حلو يشجعني على الاستمرار. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.